أخباركم؟ قررت أسوي امبارح هدول الهيتلس كيرلز عشان حسيت حالي زمان ما سويت صراحة، وهاي الفترة خصوصا مو حابة كتير أعرض شعري يعني الدمج أو الحرارة اللي ما إلها داعي. خلينا نشوف إذا اليوم رح يطلع شكلهم كتير ملفلف، لأنه آخر فترة لما صرت أعملهم كتير طلع ملفلف، مع انه عم بسوي نفس الطريقة. بس تعرفوا شغلة، والله اكتشفت انه هاي الطريقة حظ حظ. ممكن تصحوا يوم وانتوا عاملينها ويطلع شعركم بجنن، ويوم تاني تصحوا ويطلع كثير ملفلف، ابصر كيف مشبك يمكن، مش عارفة. anyway، كيفكم؟ شو اخباركم؟ انا اليوم رح اعملكم انبوكسينج عشان في باكج عندي، بس مش اشياء انه لللبس وهيك، لا، اشياء تانية، ادوات، تولز. شكله كتير ملفلف. لا، امبارح الطريقة اللي استخدمتها ما حطيت فيه مي، او لا مش ملفلف كتير، ما حطيت اي مي، ما خليت شعري رطب، بس خلاص يعني عرفتوا انه عملته على السريع قبل ما انام ونمت. قلت يا الله بكره بنشوف ايش بصير، بس واضح انه زبط صح. اوكي خليني اظبطه وارجع. اوكي الصراحة كتير ظابطين كتير. اوكي بس عشان هيك اكون انه واضحة، يعني الطريقة اللي استخدمتها امبارح انه ما خليت شعري رطب باي شكل من الاشكال، دايركتلي زي ما هو لفيته بهاي، مش بتول، لفيته تبعية الروب. شو كأنه انه زبط صح؟ مشهد. اوكي خلاص، معناته رح اعتمدها خلال هاي الفترة عشان شعري مصبوغ، فعبين ما يعني يرجع وهيك ما بدي كتير اعرضه الحرارة. بس والله عجبني عن جد زي كأنه معمول لا جد ما بمزح، يعني مش انه هيك عم برقع، بس جد. يمكن احط عليه هير سبراي عشان يثبت شوي. anyway خلينا نسوي unboxing. عندي اوكي بحطكم هيك، عندي هذا الباكج بدنا نشوف ايش جواته. هلا كل اشي جواته هو عبارة عن تولز. اوكي اول اشي جبت هاي، وهلا انا صراحة اول مرة استخدمت هاي ما كنت مفكرة انه هي جد بتعمل ويفز، لانه كنت استخدمها بطريقة غلط، ما بعرف كيف كنت امررها على شعري. بس جايز هاي للصيف بتعملكم احلى ويفز للشعر. وهو انا هذا الباكج مش انه يعني بدي افتح معكم، هو انا فاتحته بس ما طلعت الاغراض منه، خليني اورجيكم. هاي تاني مرة، هاي يعني عندي منها كمان واحدة لون تاني، بس جد انه كتير كويسة، تعمل كيرلز صيف، هدول هيك الويفز، عرفتوا تبعون الصيف والبحر وهيك. هاي هي. جبت كمان هاي هلا ما جربتها الا مرة، واي ثينك اني جربتها غلط. هاي بتنحط حوالين الراس، اي زي هيك. اوكي، وبتلفوا شعركم عليها زي كأنه الفيل تبع الشعر، ما بعرف يعني، بس هيك طريقته. فيمكن هي مريحة أكتر للنوم، أنا هذا عشان هيك جبتها، عشان إنه بتكون مريحة أكتر بالنوم. بس هو بشكل عام باي ذا واي، يعني إنه هدول الأشياء كلها اللي هو إنكم تكونوا عاملين شعركم إشي معين وإنتوا نايمين وهيك، دايما رح يكون نوعا ما بضايق، إلا إذا سويتوا الإشي اللي أنا أحيانا بعمله، اللي هي بتكون فيش تيل من ورا زي هيك، وبتربطوا شعركم فيها وبتناموا على السايد. فهيك إذا أنتم الناس اللي بيناموا على جنب تقدروا إنكم تستخدموا هاي الطريقة لأنها كتير سهلة أسهل. أوكي بعدين عندنا هذا الإشي، يمكن هو إشي تافه، بس أنا جد كتير حبيت، اللي هو هدول بيكون زي كوم صغير. ليه؟ عشان هيك تعملوا وتشيلوا أي
شعر موجود جوا البرش تبعكم. بس هيها كلهم هون صار الشعر، شايفينه؟ فبكل سهولة تقدروا تستخدموا هذا. لا يعني هل هو اشي انه ضروري؟ لا، بس هو اشي كيوت. يس، في هيك بيجي منه اكثر من واحدة، بس واحدة فبحب. في اشي جبته بصراحة بالحقيقة ما طلع زي ما انا كنت بدي، بس انه هدول بنحطوا لما تكونوا عم تعملوا تسريحات تحت شعركم، تنحط من تحت. يعني let's say انكم تسووا تسريحة من ورا من هون، بتحطوها هون تحت، بتثبت بطريقة معينة لانها تمسك على الشعر كمان، وتعمل لكم نفخة فوليوم تحت التسريحة اللي بدكم تعملوها. فهاي شكل من اشكال النفخات، بس كيف بالضبط تستخدم ما بعرف. اوكي طيب اوكي اسمعوا، جبت هاي بس بعدين كسرتها وانا بستعملها، فهلا هي ما بتشتغل صح، بس عندي واحدة تانية منها. هاي هي مبدئيا لعبة للصغار، اوكي، بس it's so cute وكتير بتزبط للصيف اذا رايحين مثلا بحر او رايحين تسبحوا او هيك. هاي عبارة عن أداة صغيرة تكبس بالشعر وبتطلع كريستالز هيك، زي بتطلع هون أشياء بتلمع، عرفتوهم؟ هيك صغار تبعون التزيين. هم هدول، ليش كل شي عليه شعر؟ اللي هم هدول، عرفتوا كيف؟ هدول في منهم كتير ألوان تيجي معها عليهم، بس أنا لأني كنت دفشة معها فكسرتها، يعني كنت عم بحاول أطلع إشي أوكي وما كانت عم تزبط معي. بس عندي أصلا قبل عندي واحدة تانية منهم، عرفتوا؟ يعني هاي نفسها بس إنه نوعية تانية. هاي كل الألوان، فيها كل الألوان جوا، بتيجي مع هاي الباك. وإنه قديه كيوت لما يلزقوا على الشعر منظرهم. باي ذا واي انا هذا الباكج عملت له انبوكسينج على تيك توك، فاذا بدكم تروحوا تشوفوا هناك في اكاونتي بتيك توك رح تلاقوا الانبوكسينج كامل، وبورجيكم كل شيء انه انا عم بستخدمه. عرفتوا؟ اوكي هاد جايز، اوبس فتحته من هالغلط. اوكي جايز، هذا عبارة عن واكس للشعر، بثبت الأشياء الطايرة من شعركم. يعني let's say هون فوق في أشياء طايرة، هاي شايفين كيف بنزلها؟ اختفى أي طيران، اختفى أي إشي اختفى. إذا في عندكم هون مثلا بيبي هير بدكم تثبتوه مكانه، هاد بثبته. هذا اختراع رائع ولونه بينك، هذا إشي كتير كيوت صراحة. أنا لأنه أحيانا مثلا بكون بدي أصور إشي معين وبيكون لازمني هير واكس، فقررت إنه أجيب، لأنه لازم يكون فيه واكس ستيك، ما بعرف بس يعني. أوكي هذه يمكن ورجيتكم إياها قبل، بس مش بهذا الأنبوكسينج، بأنبوكسينج قبل، استنوا. أوكي في بأنبوكسينج قبل ورجيتكم هاد اللي هو بيكون هير ستريتنر بورتابل، يعني بيكون إنه ما بيحتاج كهرباء، ما بيحتاج حتى بطارية، بيشتغل على الشحن. بتقدروا حتى إنكم تشحنوه بالسيارة مثلا إذا أنتوا طالعين أو هيك. مثلا بحس هدول الأشياء بيتخلوا بالسيارة، بتقدروا تخلوهم عندكم بس للطوارئ، لأنه هو فعليا باخد وقت عبال ما يحمى، وبس يحمى كمان إنه بيحتاج يعني أكتر من مرة إنكم تعملوا فيه الشعرة، يعني 1 2 3 صراحة. بس هو مش للاستعمال اليومي أكيد، يعني لما تكونوا في البيت تستعملوا الستريتنر الأكبر واللي هو فعليا إنه بيسوي الغرض الأساسي. هاد إذا في عندكم شعرة خربت وأنتوا طالعين، شعرة طايرة وأنتوا طالعين، حسيتوا إنه بدكم تاخدوا مثلا معكم على رحلة قصيرة مثلا، ما بدكم تاخدوا كتير أغراض. يس، ما بعرف ليش مش منتشرين أكتر من هيك بكواليتيز أحسن بكتير. يعني هذا عسعره، أنا سعره اللي شريت فيه يعني obviously أكيد إنه هيك رح يكون القوة تبعيته أقل من أشياء تانية، بس ليش ما ينعمل
الواحد زي هاد وقوة كتير أعلى ويكون سعره أغلى. أوكي بس يعني إنه عرفتوا كيف إنه جد فكرة حلوة إنه دايما يتاخد معكم أي مكان برا. حبيت بحب. جبت هاي عبارة عن مبخرة للشعر. واو لسه فيها الريحة من لما شغلتها المرة الماضية، مش معقول قد ايه. اوه ماي جاد ريحة البخور كتير حلوة عن جد. عن جد أنا من الناس اللي كتير بحبوا ريحة البخور. anyway فهاي عبارة عن مبخرة. أشوف إذا لسه فيها. أوكي نايس. أيوه بس ما بعرف إذا رح. أوكي أيوه بس لسه هلا اشتغلت فهلا رح يبلش يطلع جايز. اوكي واو يمكن هذا من احلى الاشياء اللي لقيتها، مش بس لانه بيبخر الشعر. هلا هي مش مبخره للشعر، هي مبخره بس يعني فبتزبط تنحط اي مكان يعني عادي بتتركوها في البيت كثير بحب هاي الاشياء. بحب الاشياء اللي بتكون معموله من افكار انه عنا اياها بالعادات من زمان بس انه هيك تنعمل بطريقه مودرن. بحب هاي الاشياء وبعرف انه هاي مش اختراع جديد يعني مبخرة الالكترونية، بس انه بحب الفكرة. خليها هون تبخر مع نفسها هناك. اوكي ايش كمان؟ اوكي للناس اللي بس هي يعني بلاستيك. اوكي بس للناس اللي بيحبوا انهم ما يخلوا شعر بالفرشاية تبعتهم، هذا الاختراع لكم. هاي فرشاية تمشطوا فيها شعركم عادي طبيعي زي هيك. تمام كله تمام. اذا طلع عليها شعر زي هلا مثلا في شعر هون مش عارفه اذا شايفينه، بس انه بتسكروا دول الاشياء اللي على الفرشاة وبتطلعوا اي شعر عليها وبتكبوه. كتير اختراع سهل بسيط وانترستينج صراحه. بس لو يعملوه مثلا بدل هدول البلاستيك لانه مش مناح، يعملوه خشب مثلا بيرفكت. هدول اللي استخدمتهم لعيد ميلادي شموع بس بيكونوا شكله بطاريتهم خلصت. هدول الشموع بيشتغلوا بالريموت يعني مش حقيقيين بس بعطوا افكت الشموع الحقيقية. اذا بدكم تروحوا تشوفوا بقول اذا بدكم تروحوا تشوفوا بوست عيد ميلادي فهناك نزلت الصورة ومبين زي كأنه شمع حقيقي إلا لما عن جد إنه تطلعوا على الصورة وتدققوا تكتشفوا إنه لا، بس إنه كتير أحسن. عرفتوا؟ اسمعوا شريت إشي I think هاي تقريبا شريت إشي وصراحة صراحة إنه والله ما كان هيك، ما كان هيك شكله. اتوقع هذا انه بنقص. اولا حتى لما شريته ما كان بالضبط زي عنده تساقط شعر كمان، ما كان زي لون شعري بالضبط. يعني بعرف انتوا هلا بتفكروا انه هو هيك كان بس هو ما كان هيك، كان اغمق. المهم I think انه هاي بتنقص وبتنعمل على شكل الوجه وهيك بتتزبط يعني. بس برضه I think بس بتزبط لراس الكوريات عشان صغير. مش عارفة. المهم I think آخر إشي رح يكون عنا في هاي هذا الانبوكسينج هو هدول. وبتفكروا إنه هدول عاديين بس هيك بكل شعر؟ لا، هدول أنا مهووس فيهم من أنا وصغيرة. هذا الاختراع من لما كان عمري 15 سنة وأنا بعرفه وكثير بحب هذا الإشي وعندي منهم قبل. هدول بنحط فيهم من جوا سكرانشيز، بنحط فيهم أشياء يعني ممكن تحطوا فيهم ليبستيك، ممكن تحطوا فيهم مفتاح، ممكن تحطوا فيهم عطر صغير، أي إشي بدكم إياه بتقدروا تحطوه هون وبس هيك وتربطوا شعركم إذا بدكم أو تخلوها بإيدكم. في منها ألوان وهي التانية برضو نفس الإشي لقيت هاي واحدة منهم فبس إنه تفتح من هون تحطوا فيها أغراضكم. اسمعوا الصراحة حبيت كتير
هذول الأغراض صراحة من فترة أنا جايبتهم وبدي أورجيكم إياهم، بس كل ما أجي أورجيكم إياهم ما بفضى، بصير إشي. اليوم قلت لحالي لا والله لا والله خلاص بكفي، موجودين عندي من زمان وبس بدي أعملكم أنبوكسينج فيهم، عرفتوا؟ هاي إذا جربتها قريبا، شكلي رح أجربها قريبا بورجيكم كيف تطلع النتيجة. مع إنه ما بعرف ليه حاسة رح تطلع الشعر كتير كيرلي. أول ما استخدمتها ما لفت بالطريقة منيحة لأنه أنا ما كنت عارفة استخدمها، بس هلأ بس أفهم بالضبط كيف، إنه عن جد كيف الطريقة بحكي لكم. anyway كان عندي شغلة بدي أعملها، بس أنا بس أتذكر بعدين أرجع، نسيت.